في الساعات القليله اللي فاتت يا مصريين في استفزاز بالسياده المصريه جامد. نتنياهو طالع بيصرح وبيقول على فكره الموضوع مش هيبقى في سينا بس، احنا عاوزين العاشر من رمضان و6 اكتوبر، لان احنا شايفين ان مصر عندها اماكن فاضيه كتير، واحنا بصراحه عندنا افكار احسن من مصر ننفذ فيها المشاريع دي هناك، فاحنا محتاجينهم وهناخدهم سواء مصر موافقه او مش موافقه. ده اللي هو بقى ازاي يعني ده بقى يعني طب على فكره بقى اللي مصر والجيش هيطولوا هيحطوه له. على فكره احنا مش بنهزر، الجيش كل يوم بيعمل مؤتمرات مع اولاده وبيحفز ولاده مستنيين تكه، يعني الجيش المصري الولاد واقفين على تكه، لو طاروا قسما بالله العظيم ما ياخدوا فرصه ما هيخلوا الشرق الاوسط جميعا. فانت ارجع لعقلك وما تستفزش السياده المصريه اكتر من كده، عشان قسما بالله زي ما قلت لك اللي هنطوله هنحطه له، واحنا مش بنهزر. انتوا جربتونا في 73، بلاش تجربونا في 2025 وخشوا مهرجان هتدور حرب ده علاء عفروتو ابن الفيوم منزله، هو الوحيد اللي غنى لمصر، كل الناس تحط صور الجيش والسيسي عليه. اجهزوا لي عشان هتدور حرب، جاي ادور في كله الضرب، لسه يا ابني ما جاش لا على الارض اللي في يوم يعكر لي مزاجي، اخوك حمله ملجم الكلاب ما جاش مره وعدى للي خاب، يلا اكشن دور الحساب، هي خالصه انا هبت مني كلها جامده وكرفه على الحالات، ان قلبها قوي لو مات، اوعى تنسى انا لسه على الثبات، لقبوني بزينه الشباب، عفرات نزل كله يعتزل، ايوه انا جامد ايوه انا فخير، اهدى يا بطل بطل هطال، ايوه انا حمله عليك وانا خطر.